بسم الله الرحمن الرحيم. من داخل قرية المقاطعة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وطبعا في حضور بعض الأفاضل من قرية المقاطعة مركز السنبلاوين. في مشكلة يعني بتؤرق أهالي قرية المقاطعة مركز السنبلاوين، وهي مشكلة إزالة مدرسة المقاطعة جالها إحلال وتجديد. فبالتالي الطلبة وعددهم 650 طالب تم ضمهم على مدرسة النهضة الابتدائية. هنسمع من الأطراف اللي بتدعي إن هي صاحبة حق، ونشوف القصة إيه ومين. هل هناك ظلم؟ ده مش بتاعنا، ده إحنا بنعرض الموضوع على المختصين، على وزير التربية والتعليم، وعلى الأستاذ محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وعلى السيد المحافظ الدقهلية. يسعدني طبعا من خلال مباشر البلديس ان انا اتعرف على اهالي قرية المقاطعة اللي هم موجودين وياي. من على اليمين مصطفى عبد الحميد، الحاج مصطفى عبد الحميد، علاء محمد، الاستاذ علاء محمد ابراهيم، رضا فتحي جمعة، رضا فتحي جمعة، رضا سيد حسن، واللي قاعد تحت احمد شعبان، الاستاذ احمد شعبان. طبعا كلكم من والاستاذ اللي ورا الكاميرا احمد صراحي، طبعا كلكم من المقاطعة. يعني في عجالة يا استاذ علاء، عايز تحكي للناس عن ايه هي المشكلة. انت قلت لي ان في مشكلتي اللي عندكم هنا في المقاطعة. المشكلة بين لما مدرسة المقاطعة صدر لها قرار إزالة جزئي، وهناك كان 9 فصول كان ممكن استخدامهم محل المشكلة. موجود في قلب المدرسة موجود يعني ما تهدوش؟ لا ما تهدوش، الإزالة جاية لجزء من المدرسة. لجزء من المدرسة. تمام. الكلام ده في سنة كام؟ الكلام ده سنة هات التلغراف دي. براحتك. المذكرة عندك قدامك يا أحمد، اللي فيها التلغراف دي؟ في 10/9/2013. 10/9/2013. تمام، اتفضل. ده الإزالة. تمام. ومن هنا واخد بالك جالنا مدير المدرسة بالتنسيق مع مدير مدرسة المقاطعة بالتنسيق مع مدير المدرسة ومجلس الآباء. تمام. وهو هنا أصل واخد بالك أو مربط الفرس. اتفضل. هنا التنسيق تم، ولما تم الاتفاق بيننا وبينه بإن احنا حضرنا رياض أطفال 4 مستويات 160 طالب، حوالي 80% من أسر المقاطعة اللي هم في مدرسة النهضة واخد بالك ولادهم مرتبطين بإخواتهم اللي هم في الرياض. يعني طالب رابعة وطالب 5 وطالب 6 بياخد ابنه أخوه صغير معاه الصبح، وبياخدوا آخر النهار معاه وهو راجع من المدرسة. تمام. وتعودت العائلات على هذا النظام. تمام. الحتة الثانية احنا حدانا طيب معلش، مدرسة المقاطعة فيها رياضة أطفال برضه؟ لا ما فيش فيها رياضة أطفال. تمام. احنا عندنا 17 فصل زائد 4 مستوى، يبقى 21 فصل بحوالي 1050 طالب. ده قوة النهضة. 1050 طالب مقابل المدرسة الثانية 640 طالب واخد بالك، 12 فصل دراسي موجودين بالمدرسة. تمام. اتفضل. الوقت المدخل بتاع المدرسة ذات نفسه حوالي 4 متر. لو أنا وقفت فترة مسائية 1000 طالب ولا 1050 طالب في الشارع اللي هو 4 متر ده هيعمل لي كارثة. واخد بالك، كارثة كبيرة واخد بالك. وفي نفس التوقيت الجيران، وان المدرسه داخل الكتله السكنيه واخد بالك من جميع النواحي تحيطها الكتله السكنيه واخد بالك، هيعملوا مشاكل مع البيوت ومع الاهالي واخد بالك والناس اللي هم جيران المدرسه. الحته الثالثه ان حصل تنسيق كامل ما بين مجلس الاباء ومدير المدرسه، مجلس الاباء الخاص بمدرسة النهضة واخد بالك، ومدير المدرسة تم فيه اتفاق. بيقول ايه الاتفاق؟ محضر تنسيق وتسكين. تمام. المحضر ده تم في 10/9/2013. تمام.
إنه في يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2013 تم تشكيل لجنة لتسكين طلاب مدرسة المقاطعة الابتدائية في مدرسة النهضة الابتدائية نظرا لصدور قرار هيئة الأبنية التعليمية إغلاق الملحق اللي هو رقم 1 عشان أعرفك إن الهد جزئي في مدرسة المقاطعة الابتدائية لسوء الصلاحية بالقرار رقم 19/48 وتم بتاريخ 1/9/2013. اللجنة مكونة من السادة الآتي أسمائهم: مصطفى عبد الرحمن وعبد الله محمد فايز ونادية محمد عبد القادر، 2 من التخطيط والمتابعة، ونادية عبد القادر اللي هي رئيسة قطاع التعليم السادس، واخد بالك، اللي هي من إدارة التعليم الابتدائي. تمام. مع مدير مدرسة النهضة الأستاذ عبد الحافظ عوض عبد المنعم، واخد بالك، والأستاذ محمود علي مراد اللي هو مدير المدرسة الثانية، واخد بالك، من مدرسة المقاطعة. يعني في لجنة اتشكلت. لجنة بتقول ايه؟ قامت اللجنة بدراسة مكونات المبنى بمدرسة النهضة، حيث أنه يتكون من 3 طوابق وعدد الفصول كذا، واخد بالك، إلى آخره. من الدراسة، وهنا عدد الفصول الدراسية لمدرسة النهضة 17 فصل دراسي زائد عدد المكتبة زائد عدد 1 حجرة مناهج والمعرفة زائد حجرة مجالات زائد عدد 4 قاعات رياض أطفال. تمام. واخد بالك. المدرسة تلاحظ من المدرسة يوجد بها فصول وحجرات أنشطة كافية بالنسبة للاثنين. يتم التنسيق بين إدارة المدرستين لاستغلال حجرات الأنشطة والمكتبات، كل شيء يعني إيه يعني مفيش مشكلة. يتم تنفيذ تسكين الطلاب والعاملين بمدرسة المقاطعة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15/9/2013. تمام. يتم تشكيل لجنة مشتركة لأعمال الصيانة والنظافة حفاظا على سلامة المبنى، ويتم الصرف مناهضة بينهم وبين بعض المدرستين حيث النظافة والكلام. يتم الالتزام بجدول الفترتين حسب اللوائح على أن تعمل مدرسة النهضة فترة صباحية ومدرسة المقاطعة فترة مسائية. تمام. ماشي. يتم تنفيذ جميع البنود السابقة من قبل إدارة المدرستين. طيب. وتم اللجنة ومضى مدير المدرسة ديت ومضى المدير المدرسة بحضور الإدارة المشرفة الفعلية والمنفذة الفعلية. طيب انت معاك معاك محضر هو ده العقد الأساسي اللي بيننا وبين. طيب ايه المشكلة فين؟ قام المدعو، واخد بالك، مدير المدرسة الثاني بتقديم شكوى لمدير الإدارة، بيقول له فيها احنا عايزين نتساوى مش نتساوى، واخد بالك، والكلام ده. عايز ايه يعني؟ هو عايز ايه؟ بيقول له عايزين ايه نعمل تبادل. يعني تبادل ازاي؟ فسر. يعني بيقول له احنا برضه لنا حق ان احنا نيجي صباحي ومش صباحي وكده والكلام ده كله. طب هو ماضي على عقد من البدايه من ساعه ما دخول المدرسه. قال انا كنت مهبول او كنت مغيب، انا ما كنتش اعرف، انا مش عارف ايه، قولوا عليا اهبل، قولوا عليا اللي انتوا عايزين تقولوه، واخد بالك. فلما عمل الكلام ده تقدم مجلس الاباء، واخد بالك، بمحضر في 20/10/2013 برفض الكلام اللي هو قاله الكابتن اللي هو محمود مراد، الاستاذ محمود مراد اللي هو مدير المدرسه، وقدموا للاداره. الاداره شكلت لجنه، واخد بالك، ونزلت ادت احقيه الفتره الصباحيه للمدرسه النهضه. تمام. للبنود اللي احنا قلناها اللي هي الرياضه والعقد. 1 عقد التسكين والتمكين. 2 رياض الاطفال، واخد بالك، اللي هي مرتبطه بالمدرسه ميزانية، واخد بالك، ومجلس اباء 1، واخد بالك، وعقيدتها في انها تتسكن صباحي، وعقيدتها انها تتسكن صباحي، وارتباط اخواتهم اللي هم في المراحل المختلفه بالنسبه للايه من اول الصف الاول لغايه الصف الثاني. لغايه دلوقتي برضه ما فيش مشكله. انت فاهم حضرتك؟ النقطه الثانيه اجى طعن في اللجنه وحب يشكل لجنه ثانيه، لان اللجنه ديت ما كانتش محايده. فتم تشكيل لجنه برئاسه مكتب التنسيق والمتابعه بين الاداره، وكذلك مدير التعليم الابتدائي. وجم قالوا نفس الوضع اللي هو حصل في المره الاولانيه حصل في النفس الثانيه. نحيط علم سيادتكم بانه بناء على زياره اللجنه المكونه من السيد مدير التعليم الابتدائي والسيد مدير التخطيط والمتابعه ورئيس قطاع التعليم الابتدائي لمدرستكم يوم الاربعاء الموافق 10/9/2014 بخصوص الفتره الصباحيه والمسائيه، وشكوى اولياء
الآباء ومجلس الأمناء المدرستين تم عرض الموضوع على السيد المدير العام، ووافق سيادتكم على مقترح اللجنة، وهو أن تعمل مدرسة النهضة الابتدائية فترة صباحية طوال العام، ومدرسة المقاطعة الابتدائية فترة مسائية طوال العام، وتنفيذا في القرار اللي هو محضر التسكين والتمكين اللي هو الأساس، اللي هو إيه؟ أساس طيب برضو احنا لغايه دلوقتي كده مفيش مشكله. فوجئنا بعد الكلام ده كله توجه الأخ مدير المدرسة واخد بالك إلى المديرية لمعرفته بأحد الأشخاص هناك، لا داعي للأسماء، وجاب جواب بأن المدرستين يعملوا بالتناوب واخد بال حضرتك، ونزول لجنة واخد بالك للمدرستين عشان يتم التناوب بيننا وبينهم واخد بالك. وقام مدير المدرسة اللي هي المقاطعة بإعلان جميع أولياء أمور مدرسته بأن المدرسة واخد بالك جالها جواب واخد بالك مما دعا استفزاز أولياء أمور المدرسة الأخرى واخد بالك. وخلال كلامه مع أولياء أمور مدرسته تم معرفة الميعاد اللي هو اللي هتحضر فيه اللجنة لتنفيذ إيه؟ القرار. مش قرار، هو توصية. فقام أولياء الأمور واخد بالك في يوم 21/10 واخد بالك بالوقوف احتجاجا على هذا التوصية، ومنعوا اللجنة من دخول المدرسة وتنفيذ التوصية. المدرسة وكلام من وايه؟ العيال فزع في المدرسة من الجمهور ومن الموضع اللي كانوا يعني كان في تجمهر من أولياء الأمور جميعا، بس أولياء الأمور من أولياء الأمور جميعا واخد بالك. وتم الكلام ده واخد بالك تبليغ به المدير العام واخد بالك، وتم يعني واخد بالك سمع يعني ايه في الإدارة واخد بالك وفي المديرية وفي الكل. قام مجلس الآباء على الفور واخد بالك وأولياء الأمور بإرسال عدة فاكسات إلى السيد الوزير المحافظ واخد بالك بيناشدوا فيه بأن مدرسة المقاطعة مدرسة مستقلة بذاتها، وتستضيف مدرسة المقاطعة الابتدائية التي صدر لها صدر جزء منها قرار إزالة، والجزء المتبقي سعة 9 فصول صالحة للاستخدام. لو كان تم استخدامه لل9 فصول دي كانت اتحلت المشكلة. طب ازاي تتحل؟ لأنه كان عنده دورة مية في 9 فصول هيكفوا مدرسة المقاطعة. هو يعملها بقى فترة صباحية وفترة مسائية، ياخد 4 و5 و6 فترة صباحية، وعنده فترة ممتدة واخد بالك لغاية الساعة 3 هو يروح يعين مشرف لأولى وثانية وثالثة وتحل مشكلته، ما يدمرش مثلا مدرسة ثانية. يعني أنا بس معلش يا أستاذ علاء، أنا عايز بس أفهم مع حضرتك عشان الناس اللي بتتفرج عليك بتشوف يعني تحاول تفهم القصة بالظبط. أنت دلوقتي بتقول إن في 9 فصول موجودين في مدرسة المقاطعة مش منزلين، مش ما فيش لهم إزالة ولا دخول في إزالة. حلو الكلام كده؟ طيب انت دلوقتي بتطالب، يعني انت دلوقتي اما قدامك حل من الاثنين، انت تفضل فتره مسائيه صباحيه، يا تفضل انت مدرسه المقاطعه. هو اللي قدام منه حل، هو نفسه يفضل قدامه، هو فيه حلين قدامه، يفضل فتره مسائيه. ايوه، يا اما يروح يعمل فتره صباحيه وفتره مسائيه في ال9 فصول. ال9 فصول اللي هم موجودين ايه ومنع المشاكل. طيب على اي اساس معلش، يعني انت حاسس ان في ورا الموضوع لما احنا الناس بتوع الاداره اللي هم تابعين المدرستين ليهم وعارفين ولامسين لامسين المشكله، اقروا بان مدرسه النهضه تظل فتره صباحيه تمام، وذكروا الاسباب وذكروا الاسباب تمام. فتوجهنا بالفاكس لسياده الوزير المحافظ. خليك بس معايا ثواني بس. الناس ديت بعد ما مدير المدرسه او سين من الناس طلع على وكيل الوزاره او على المديريه، حسيت ان انت معلش مهضوم حق، حاسس ان في حد واقف اما بيعمل حاجه غلط. في مجاملات، طبعا مجاملات هترجع على اساسنا احنا كمقاطعه اللي اتربت على اليد الواحده والجهود الذاتيه واخد بالك، ومعسكرات عمل للصالح العام واخد بالك، ويعني الرغيف كانت بتقسم بيننا وبين بعضنا واخد بالك، مفيش ادنى مشكله. انا عندي سبب لو اضطرينا لنقل جزء المديرين، لان الخلاف بين المدير ده والمدير ده
واخد بالك شخصيه، الشخصيه دي والشخصيه دي بينهم وبين بعض خلاف. ان كان هيجي على اولياء الامور واخد بالك والمقاطعه، اتمنى من الساده المسؤولين وكيل وزاره ولا مدير عام الاداره ينقل الجزء المديرين واخد بالك خارج المقاطعه وكل امور هتهدى.